سلام، نتمنى اموركم تكون مزيانه وهذا الفيديو ان شاء الله تلقاكم بالصحه والسلامه وكاع داكشي اللي كتمناو يا ربي. القضيه ديال اليوم شويه مختلفه حيتاش اولا هي من بلد عربي اذا بعدنا شويه على الامريكان وداكشي. ثانيا حنا ديما مولفين في القضيه اما محلولين ولا ما محلولينش، ولا كانوا محلولين سواء كيكونوا الوالدين ديال الضحيه والبوليس والناس متفقين على ديك النتيجه اللي وصلوا لها، ولا كيكونوا البوليس متفقين والاهل من الوالدين ديال الضحيه اللي ما متفقينش. ولكن اللي مختلف في هذه القضيه هو ان الوالدين والبوليس عجبهم النتيجه وراضين عليها، ولكن الراي العام والعالم العربي وحتى اهل الاختصاص في العالم الغربي ما عجبهمش النتيجه ومتفقينش معها. الحاجه الثالثه اللي غتكون مختلفه في هذه القضيه، ديما انا فاش كنقول كنعاود لكم على الضحيه كنعاود لكم عليها انها شخص اخر، ولكن في هذه القضيه بالضبط قررت انني نتبنى الصوت نتاع الضحيه ونكون انا الصوت ديالها ونوصل القضيه ديالتها للماكسيموم ديال الناس ان شاء الله. الا كنتو واجدين غادي نشوفوا قضيتي شنو كتقول. انا سميتي بان زياد طارق، زايد في العراق بالضبط في مدينه البصره عام 1991. من صغري وانا عزيز عليا نعاون الناس واجتماعيه لواحد الدرجه ما كتصورش، وكنحاول نعاون الناس باي طريقه ممكنه. داكشي علاش قررت انني نولي طبيبه وبالضبط نختص في الطب النفسي. وفعلا في 2015 تخرجت. الاساتذه ديالي عمرهم ما اعتبروني تلميذه، بالعكس كانوا كيعتبروني زميله ليهم اكثر من تلميذه ليهم. علاش؟ حيتاش كنت برهنت على الكفاءه نتاعي وشافوني شحال معقوله وكنبغي خدمتي بزاف، لدرجه انه ولاو كيعطوني حالات تجاولهم اللي كيوصلوا لهم كيعطوني انا نشرف عليهم بلا ما يتبعوني ويشوفوني واش خدامه مزيان ولا لا. وداكشي علاش ملي شفت راسي ثبت الكفاءه نتاعي وسط الزملاء نتاعي وسط الاساتذه ديالي وحتى كسبت الاحترام تاع المرضى ديالي، قررت انني نحل عياده. يعني وليت كنخدم في المستشفى العام، ولكن في نفس الوقت حليت واحد العياده خاصه بيا انايا ومعايا فيها واحد المساعد ديالي. الروتين اللي كنت نتبعه هو انه ملي كنفيق مع الصباح كنفطر، كنشوف الا ما عنديش مرضى في المستشفى العام كنمشي للعياده نتاعي، ولا كتكون عندي شي تاخير ولا شي بروغرام تبدل ولا اي حاجه كنتصل بالمساعد نتاعي، وهو يعني كنعلمو بالبروغرام الجديد باش حتى هو يصاوب المواعيد ويصاوب اموره على حساب شنو قلت ليه والقرار اللي اتخذت معاه. كلشي كان غادي بهذا الروتين وكلشي كان غادي مزيان حتى نهار 4 اوت 2025، اذا في الشهر اللي فات. المساعد نتاعي غادي يمشي غيحل العياده غيبدا كيوجد المرضى بداو كيجيو، ولكن انا مازال ما جيتش. وماشي من عادتي انني ما نعلموش الا كنت غنتاخر واخا تكون غير 5 دقائق. كيتسنى واحد شويه ما كنجيش، كيحاول يتصل بيا المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه، انا ديما ما كنجاوبش. هنا فين ما غيفهمش شنو واقع وغيقرر انه يعيط للوالدين ديالي. فعلا ملي غيتصل بهم غادي يجاوبوه، غادي يقولوا ليه راه حنا مسافرين لتركيا وزعما هي راه خليناها في الدار وكاين حتى خوها معاها، ولكن اشنو هو السبب انها ما جاتش ولا ما جاوبات داكشي راه ما عرفناش. عطينا فرصه اننا نعيطوا ليها ولا نعيطوا لخوها وردوا عليك الخبر بشنو واقع. فعلا والدي غيحاولوا يتصلوا بيا مره جوج ثلاثه ما غنجاوبش ديما. هنا فين غيقرروا انهم يعيطوا لخويا. خويا ملي غادي يجاوب غيقول لهم راني درت واحد الحديث بسيط ومن الاحسن انهم يجوا من السفر، يعني يرجعوا من تركيا للعراق. المساعد نتاعي ديما كيتسنى مازال ما وصلت حتى شي جواب، وواخا والدي يعرفوا ديك الخبر ما عيطوش للمساعد يقولوا لي شنو واقع. ووالدي غادي يرجعوا من تركيا للعراق، ولكن هنا فين غتكون المفاجاه الكبرى. والدي ملي غيوصلوا للدار غيلاحظوا بلي انايا ماشي درت حديث بسيط كيف ما كيقول خويا، لا، انا راني ميته. كيف ما كتسمعوا انا ميته في الحمام ديال دارنا. الحمام كله هو دمعيات، حيت فيه واحد الكتبات. حالتي والجسم تاعي في واحد ليطا اللي ما تقدروش تصوروها، اللي غنوصفها لكم من بعد. ولكن اللي غريب في هادشي كامل هو ان خويا ما حاولش يعيط للامبيلانس زعما باش يجيو يعتقوني، ولا عيط للبوليس باش يجيو يشوفوا مالي. حتى الوصف نتاعي فاش وصفوا الوالديه يعني استهان بداك ليطا وداكشي اللي كنت فيه. والديه تا هما ملي غيوصلوا ماشي اول حاجه غيديروها هي يعيطوا للبوليس، لا، اول حاجه غيديروها هي انهم يحاولوا ينقيو شويه الحمام. ملي غيعيطوا للبوليس وغيجي المحقق اللي مكلف في القضيه نتاعي وغيدخل غيتصدم حيتاش الدم عمر الحمام كامل. ولكن اللي غيصدمو اكثر هو انه مازال ما قال حتى شي حاجه ومازال ما شاف، يعني مازال ما حاولش يحلل مسرح الجريمه. والدي غيقولوا ليه راه بنتنا هي اللي رتك الحاله في راسها، يعني بحال انا داكشي كله اللي كان فيا درتو لراسي. المحقق غادي يستغرب، خصوصا انه ملي غادي يجي يشوف مزيان البلاصه فاش كنت ما غيلقاش شي اداه لي
قدرت انني ندير بهذيك الحاله في راسي. هذه الاولى. ثانيه غيلاحظ بلي كاين واحد الشعر في يديا. والثالثه اللي غتجي كاع غريبه اكثر، هو غيبان ليه بحال كاين شي بلايص في الحمام تمسحو. هنا فين غيسول والدي غيقول لهم واش حاولتوا تنظفوا هادشي وتنقيوه؟ غيقول ليه زعما قلنا نقيو شويه ساعه، من بعد قلنا صافي نخليو داكشي هو هذاك ونخليو البوليس هما يتبعوا المجرى ديالهم. وهنا فين غيبداو علامات الاستفهام اللي كبارين بزاف. باش تفهموا مزيان اجي نشرح لكم لي طون تاع الجسم ديالي كيفاش كان. الحاله نتاعتي كانت انني كنت مليوحه بهذا المعنى، مليوحه في الحمام. الدم ديالي مغرق الحمام كله هو. راسي فيه شي ضربات، عندي اثر ديال الخنق في العنق ديالي، عندي شي كدمات في يديا، عندي شي كدمات في رجليا، وكلينكس ولا بحال القطن محشورين في الجهاز التناسلي نتاعي. ولكن اكبر حاجه كانت اللي هي السبب نتاع دوك الدميات كلهم اللي كانوا في الحمام، هو ان يديا بجوج كان فيهم قطع بالطول ديال 9 سنتيمتر وبالعمق ديال 6 ديال لي سنتيمتر، لدرجه انه كنتي تقدر تشوف العظم ديال يديا بجوج. وهذا هو اللي سبب داك النزيف كامل في الحمام. باش تفهموا مزيان علاش هاد جوج ضربات هما اهم حاجه وهما اللي خلاو القضيه كلها تقلب. وما يمكنش شي انسان طبيعي وعنده شويه ديال الوعي، واخا غير 1%، يقبل لي انا اللي درت في راسي ديك الحاله. اجي نفهموا مزيان شنو كيوقع ملي كيكونوا يدينا بجوج، ولا المهم ملي كيوقع لنا واحد النوع ديال داك النوع ديال القطع في اليدين ديالنا، سواء في يد وحده ولا في اليدين بجوج. الجسم تاعنا شنو هي لا رياكسيون تاعتو، وشنو هما الوظائف اللي كنقدروا باقي نديرو، الوظائف اللي مستحيل اننا باقي نديرو. باش نفهموا مزيان، باش نقدروا نحركوا يدينا والصباع ديالنا سواء اراديا ولا لا اراديا، كيخص العضلات والاعصاب ديال اليد تكون ما فيها لا ضربه لا جرحه لا حتى شي حاجه. عاد ديك الساعه باش من يجي الامر من الدماغ ديالنا، الاعصاب كينفذوا الامر ديال الدماغ. والاعصاب عندنا ثلاثه ديال النواع. عندنا العصب الوسطى اللي كتشوفوا باللون الليموني، وهو اللي مسؤول على الحركه ديال الاصابع الوسطى والابهام. ولا ولا تقطع ولا طرات لي شي حاجه كيكون صعيب انك تكتب ولا تشد شي حاجه بيديك. عندنا الحاجه الثانيه هو العصب الزندي، وهو اللي كتشوفوا باللون الغوص. هذا العصب كيأثر على الخنصر والبنصر، وطيعتنا القوه للقبضه، يعني كيعطينا القوه باش نشدو شي حاجه بالجهد، اننا نقدروا نعصروها ولا نقدروا نشدوها مزيان. وعندنا اخر حاجه هو العصب الكعباري، وهو اللي كتشوفوا باللون الموف، هو مسؤول على اننا نحلو ونسدو الاصابع ديالنا واننا نحركوا المعصم ديالنا تا هو. اي الى اي اصابه في هاد ثلاثه الاعصاب هادو، خصوصا العصب الوسطى والعصب الزندي، فكيكون من المستحيلات انني نقدر سواء نحرك يديا ولا نجمع صباعي ولا نكتب ولا نشد شي حاجه بيديا. يعني كتولي يديا راها ما عندها حتى شي وظيفه، كتولي يديا مشلوله. كي قلت لكم انا ليطا اللي كانت فيها يديا هو انني كان عندي واحد الجرح بالطول ديال 9 ديال لي سنتيمتر وبالعمق ديال 6 ديال لي سنتيمتر، لدرجه ان العظم كيتشاف. اذا راه العضلات والاعصاب كلشي تقطع. غنخلي لكم واحد الصوره نتاع ليطا كيفاش كانت، ولكن كي قلت لكم غنخليها جوج ديال الثواني ونحيدها، حيتاش ما يمكنش نخليها وزيدوا اليوتيوب ما كيبغيش. دابا ملي شفنا هاد ليطا هادي نتاع يدي كيفاش ديروا، عرفنا شنو كيديروا كل عصب. الا كنت انايا لقيت شي اداه وقطعت بها يدي اليمنى، اذا راه يدي اليمنى ولات مشلوله. اذا كيفاش غادي ندير نفس الجرح بنفس الطول بنفس القوه بنفس قوه الضغط على اليد اليسرى؟ والعكس صحيح. اذا راه كان شي طرف ثالث هو اللي تدخل ودار في يديا داك القطع ديك الطريقه في يديا بجوج. دابا ملي شرحنا وشفنا، يعني شفنا باللي راه اليدين بجوج فقدوا الوظائف نتاعهم ياك، وشفنا الصوره نتاعت ليطا ديالتي كيفاش كانت، يعني الصوره الحقيقيه. غندير واحد لا غومارك، غنخرج شويه من الشخصيه نتاع بان. دابا غنعلق على اساس انه نورمالمون في القضيه العربيه تقريبا شبه مستحيل انك تلقى صوره لجده ولا فيديو ولا شي تقرير ديال البوليس ولا شي حاجه.
يعني تقدر التقرير تقدر شويه تلقاه، ولكن الصور والفيديوهات نتاع لي طا ديال الجثور مسرح الجريمه تقريبا تيكونوا مستحيلين، حيتاش عندنا حنا البوليس ما كيخرجوهمش ماشي بحال على برا، كيخرجوا بزاف المعلومات للرأي العام، ولا في المحاكمات كيبان داكشي وكيخرجوه. ولكن لا فيديو نتاع بان علاش خرج، حيتاش كانت هادشي بالنسبه سواء الطبيب ولا الناس اللي صوروا داك الفيديو وخرجوه. انا ما نقدرش نحط لكم الفيديو بيان سور في يوتيوب حيتاش ما غاديش يقبلوا، حيتاش كانت يعني فيديو تضر في الخاطر بزاف. ولكن باش تفهموا مزيان، الطبيب اللي خرجوه حنا كنفهموا بلي كاينه حرمه الميت، ولكن بالنسبه كي قلت لكم الطبيب اللي خرجوه ولا الناس اللي خرجوه كانت هذه هي الوسيله الوحيده اللي يقدروا يوصلوا فيها الصوت نتاع بان للراي العام، وباش طباء اخرين في مجالات اخرين ولا طباء عالميين يشوفوا لا فيديو ويعطيو الراي ديالهم، باش الناس تولي تقتنع وتفهم بلي راه ما يمكنش تكون بان هي اللي دارت في راسها ديك الحاله، وبلي راه شي حد هو اللي دار فيها داكشي. فهمتوني؟ داكشي علاش خرجت لا فيديو نتاعتها، وراه كاينه في بزاف ديال كاينه في تيليجرام وفي شحال من بلاصه زعما اللي بيمشي يقلب عليها، واخا ما كنصحكمش. دابا رجعوا القضيه ديالتنا واجي نشوفوا النظريات اللي خرجوا. بالنسبه للبوليس والوالديه فراه انا اللي درت داكشي في راسي، اذا واخا حنا ثبتنا علميا انه مستحيل انني نكون انا درت هكاك في راسي، ولا المسرح تاع الجريمه لا لي طا ديالتي لا الشهادات نتاع الاساسيد والزملاء نتاعي وداكشي كله، لا بالنسبه للوالديه والبوليس لا، راه انا اللي درت ديك لي طا في راسي. يعني حنا هادشي كامل نظريات هادشي وداكشي كامل اللي غنقولوا من مورا هذا القرار هذا بحال حنايا تنخربقوا تنهضروا وتندويو في فراغ، لا حنا ولا الراي العام. باش بالنسبه يعني التقرير اللي خرج من عند الشرطه واللي والدي يأيدوه قدام الصحف وقدام اللقاءات التلفزيونية وداكشي كامل، هو أنني أنا كانت عندي أزمة نفسية واكتئاب نفسي و... ودرت ديك الحالة في راسي، نقطة إلى السطر. دابا غادي نجيو الآراء ديال الناس اللي عندهم واحد شوية ديال العقل وكيخدموه ياك، وديال الأطباء وديال داكشي كامل. النظرية الأولى كتقول أن خويا محمد زياد طارق هو اللي دار فيا داكشي. خويا اللي كان معايا في الدار اللي قلنا في الاول، اولا علاش؟ حيتاش هو كانت عنده واحد الميولات مظلمه، ثانيا كان مدمن على الادويه وعلى المخدرات، وقالوا يقدر يكون من الاسباب انه طلب مني انني نكتب ليه شي ادويه ولا شي حاجه ادويه مخدره، وانا رفضت ودار داكشي. وعلاش استندوا على هاد الهضره هادي؟ اولا حيتاش هو مني لقاني ما حاولش انه يعيط لابيلانس ولا البوليس، ثانيا انت فاش دوا مع والديا دوا بواحد الاستهتار وبسط الامور لواحد الدرجه ما كتصورش، ثالثا الناس فاش مشاو كينبشوا في الكونت انستغرام ديالو وفي دوك لي بوست ديالو القدام وداكشي، لقاو بلي كان كينشر شي حوايج اللي مظلمين ما فيهم ما يتشاف، وبلي كان كيستعمل شي عبارات منهم ديك اريد الله اللي كانت مكتوبه في الحمام، كانت هو مستعملها في شي بوست قديم. النوع ديال الجرح اللي كان في يديه كان ديجا هو راسم بحالو، حيتاش كانوا عندي علامه ديال الخنق هو كان ديجا راسم واحد مشنوق. اذا كانوا بزاف نتاع العلامات السوداء، وعاد ان والديا دغيا تقبلوا فكره انني انا اللي درت هكاك في راسي، وهما مالي الفكره من الاول، يعني هما اللي قالوا على المحقق في الاول. اذا بحال هكا كيحاولوا يتستروا على خويا، يعني عوض ما يفقدوا بنت هي البنت الوحيده، لا ما يفقدوا بنت يعني يفقدوني غير انا، ولا يصدقوا فاقدين حتى الولد، حيتاش الا تشد وتبت انه راه هو اللي دار هكاك فيها راكم فهمتوا. هادي بالنسبه للنظريه الاولى. وكي كتشوفوا في لا فيديو، هاد لا فيديو اللي كيدوز اللي كتشوفوا فيه دابا راه دوك لي بوست اللي كان كيدوز هو في لاباج انستغرام ديالو. باش نفهموا النظريه الثانيه خصنا نرجعوا لواحد الجريمه اللي وقعت شي شهور هادي، يعني قبل الجريمه نتاعي بشي شهور. كانت واحد الدكتوره اللي سميتها ساره عمار سلمان، تلقات مقتوله بالقرطاس في الحدود ديال العراق. واحد ديك البلاصه فيها الكاميرات قدروا يعرفوا باللي الشخص اللي قتلها يعني سيارته طوموبيلته بانتو داكشي، قدروا يعرفوا هو انه واحد الاستاذ جامعي اللي كانت تتجمع به واحد العلاقه، هو انسان متزوج، وهذا راه استاذ جامعي وباحث ومؤلف كتب، يعني واحد الانسان اللي راه واعي باش تعرفوا باللي الجريمه ما ماشي
ما كيديرهاش اللي ما قاريش ولا اللي ما واعيش ولا اللي ما مربيش ولا الله يحفظه صافي. المهم هاد الدكتور هذا وهاد الاستاذ هذا غادي يكون هو خو مرت المحافظ ديال البصره اللي سميتو اسعد العيداني. غتقول لي انت جابك كنتي مالك يابان بهاد الجريمه هادي؟ الناس كتقول باللي راه انا من ضمن، يا اما انا رئيسه اللجنه ولا من ضمن الناس المكلفين بالحاله النفسيه نتاع الدكتور هذا. اذاش المحكمه حالت انه نشوفوا واش هاد الانسان هذا كان يعني واش مريض نفسيا ولا انسان عاقل. وجاوني طلبات وتهديدات انني خاصني نكتب انه انسان غير عاقل باش ما يتحكمش عليه بالاعدام. ولكن انا كي قلت لكم معاك كنت كنخدم الضمير وكنت كنبغي الخدمه ديالي، كتب داكشي اللي حكم عليه ضميري هو انه كان انسان عاقل وراشد ودار الجريمه مع سبق الاصرار والترصد. وحيتاش انا ما بغيتش زعما نمتثل دوك الطلبات نتاعهم، داكشي علاش قتلوني في الدار ديالنا بديك الطريقه. بيان سور من مورا هاد البلبله اللي وقعت المحافظ ديال البصره خرج بتصريح وقال باللي بالعكس هو مؤيد الحكم اللي حكمت المحكمه على الاخ ديال الزوجه نتاعو، هو مع القانون انه ياخذ المجرى ديالو كيف ما كان. وقال باللي راه هو واثق في السلطات، ومادام انهم قالوا باللي راه الدكتوره بان هي ما دارت ديك الحاله في راسها، فراه كانوا اثباتات على داك الشيء وكامل، وضربوا بعرض الحائط كاع العمليات العلميه والحقائق العلميه اللي خرجوا الدكاتره. حيتاش تقريبا نص ديال الاطباء ديال العالم بدا كيعلق وتيقول راه شبه مستحيل ان الانسان يجي ديك الحاله في راسو وتبقى عنده القدرات انه يكتب ولا يتحرك ولا يدير شحال من حاجه. هذه بالنسبه للنقطه الاولى. النقطه الثانيه، الوالدين ديال بان باقيين مؤيدين نفس الهضره كيقولوا في الاول، لا بالعكس لو تيقولوا بلي اي واحد واي انسان خرج بتصريح كيتهم فيه ولدهم ولا شي حاجه راه عندهم الحق انهم يتابعوه قانونيا وانهم يتخذوا منه الاجراءات. وهذا الشيء كامل وكي قلنا الشرطه خرجات هي درجه القرار ديالها، ولكن اللي ما استسلمش هو الراي العام. والمحامين بزاف ديال المحامين حطوا عارضات وكيطالبوا باللي اعاده التحقيق باللي هاد النتيجه هادي راه ماشي لوجيك وما يمكنش، خصوصا انهم جابوا تقارير من عند الطباء ومن الناس المختصه في المجال. ولكن باش تعرفوا القوه ديال الراي العام، حيت كون ماشي داك الطبيب ولا دوك الناس خرجوا الفيديو وليطا ديال بان تشهرات في العالم كله، كان يقدر تحت ما باقي يدوي عليها وكان غادي يولي دوسي في الارشيف بحال دوسيات كتار وبحال بزاف ديال الضحايا اللي قدر طرا لهم بحال ماكا، ولكن ما لقاو الصوت اللي يوصل الحاله ديالتهم واللي يدافع عليهم وهما ميتين ومبقاش عندهم الصوت اللي يدافعوا به على راسهم. ديما في الاخر نتاع كل قضيه كنحاولوا نخرجوا بشي نصيحه ولا شي حاجه نستافدوا منها. ولكن صراحه في هذه القضيه هذه الا كانت بان الضحيه ديال خوها فهي ضحيه مدمن، وإلا كانت الضحيه نتاع بسبب القضيه نتاع الدكتوره اللي كانت قبل منها فهي كانت ضحيه الضمير الحي ديالها وكلمه الحق اللي قالت. في الاخر نتاع هاد القضيه اللي نقدروا نستافدوا هو انه الانسان ملي كيكون طيب وكيكون صادق وكيكون تيخدم بما يرضي الله، راه واخا كيموت كتبقى الذكرى ديالته حيه عند الناس. والدليل على هذا الشيء كامل هو انه حنا واخا كاينين في بلاد اخرى، يعني ماشي في بلاد العراق الحبيبه، حنا في المغرب، ولكن كندويو على الدكتوره بان. علاش؟ حيت شفت كيفاش الناس كدوي عليها. يعني في دوك الفيديوهات اللي كيهضروا فيها الناس اللي تلامست شحال كانت هي انسانه طيبه، كانت انسانه معقوله، كانت انسانه مزيانه مع الناس كاملين ومع الصغير ومع الكبير. باش تفهموا باللي حتى فاش كنقول الانسان طيب، الكلمه الطيبه راه كتبقى، راه ما عمرها ما كتموت واخا كتموت انت اللي قلتيها. نتمنى وانا ربي يرحمها وان الحق ديالها يبان عاجلا ماشي اجلا يا ربي. وتنتوما ما تنساوش انكم ترحموا عليها والله يجعلها من اهل الجنه يا رب. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديده، وخليوا لي الاراء ديالكم في الكومنتير كي ديما. سلامه.